قصتنا اليوم من المملكة الأردنية الهاشمية. جريمة كانت قدام عيون الجيران لمدة 6 أشهر، بس ما حدا لاحظ إنه في جثة مدفونة جوا الصالون. أنا محمد عقيل وما بحكي قصص قبل النوم، بحكي قصص ناس ناموا وما فاقوا. اسمي مو ضروري تتذكره، بس القصة ما لازم تنساها. مدينة عمان وتحديدا بحي شعبي هادئ بدون ذكر أسماء. رجل بالأربعينيات اختفى فجأة سنة 2022. مرته قالت للناس ترك البيت وراح على السعودية لحتى يشتغل. مرت الأيام بس ما حدا شافه. بعد 6 شهور أخوه راح يبلغ الشرطة انه شاكك في شيء غريب، لانه جواز سفره ومحفظته وكل اغراضه كانت لساتها بالبيت. الشرطة بدورها اصدرت اذن تفتيش، دخلت البيت وكل شيء كان طبيعي، بس في ملاحظة صغيرة. بلاط الصالون متغير بجهة واحدة ومغطيته سجادة كبيرة. رفعوا السجادة واذ بلاط جديد على شكل مربع، كسروه وهون الريحة كانت بتقتل. لاقوا تحته كيس نايلون اسود مدفون بالاسمنت، وفي جثة كاملة متحللة جزئيا. التحليل اكد انه الزوج مقتول بطعنة مباشرة بالصدر من سكين مطبخ. الزوجة انهارت أول ما واجهوها، واعترفت إنه قتلته بعد شجار عنيف، وقالت بالحرف ما كنت ناوية، بس لما صارت خفت وغلفته ودفنته تحت الأرض، وما كان عندي خيار تاني. بس الغريب إن عاشت فوق الجثة نص سنة، وكانت تستقبل الضيوف وتشرب قهوة فوق نفس المكان. اليوم هي موقوفة بقضية قتل مع سبق الإصرار، والمكان اللي كان يجمع العيلة صار شاهد دفن واعتراف بنفس الوقت. وكالعادة إذا عجبتك الحلقة لا تنساني من اللايك والتعليق والمشاركة. سلام صديقي.